في عركه دايره كده خلال الاسبوع اللي فات من مجلس النواب او ما بين مجلس النواب والفيدرالي الامريكي، واللي كان مجلس النواب يعني ما اقدرش اقول لك بيستجوب الفيدرالي الامريكي، بس يعني كان قاعد كده جيروم باول ده اللي هو اللي ماسك البنك المركزي الامريكي او الفيدرالي الامريكي، بيسالوه عن مستقبل الاقتصاد الامريكي. بيقولوا له هو انت ليه عملت الحاجات دي او انت ليه وصلت للمرحله دي خلال الفتره اللي فاتت. الراجل اللي هو رئيس مجلس النواب كان بيقول كلمات تقيله قوي 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 ليه جيروم باول. كان بيقول له ايه الراجل؟ يعني شفت فيه شويه عبارات كده كتبتها، يقول لك الاسعار العاليه التي تاكل الايرادات الامريكيين. يعني هو بيقول لك انت وصلتنا، انت النهارده الاول تضخم كان عادي، انت اخطأت التقدير كفيدرالي امريكي فمعلتش الفايده، انت فضلت واقف ثابت، فالفايده او التضخم فضل نسبته تزيد 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 لحد ما وصلت ل 9% في شهر 8 اللي فات. فالتضخم العالي دوت انت تسببت ان حصل تآكل في ايرادات الامريكيين. وهو ده اللي سأله ليه انت وصلت او ليه سبت التضخم يوصل من 2 ل 9%، لدرجه ان هو بيقول لك ان هم شايفين ان الشعب الامريكي عوقب بمين؟ بالحزب بتاع بايدن. يعني هو عشان خاطر الفيدرالي الامريكي دوت فضل سايب الدنيا كده، فهم شايفين ان ده اكنه عقاب للشعب الامريكي. كمان جمله كده تانية عجبتني كده، بيقول لك التضخم بيستمر بالضغط على جيوب الامريكيين. يعني يقول لك انت النهارده لما فضل التضخم عالي انت جيوب الامريكيين دي موجوع. الراجل قعد يقول شويه الكلام والعبارات الجامده قوي دي، وبعد كده قام ايه، في واحده ست كده قامت قاعده تتكلم شويه برده بتنتقد يعني الفيدرالي الامريكي، وبعد كده ايه قال له طيب خلاص نبتدي بقى نسمح لجيروم باول ده. خلي بالك عارف يعني ايه رئيس الفيدرالي الامريكي؟ يعني ده رئيس اكبر بنك مركزي في العالم، رئيس او ده الراجل اللي بيتحكم في السياسه النقديه بتاعت العالم كله. ده راجل شوف خبرته بتبقى عامله ازاي. الراجل رئيس مجلس النواب قال له انت ليك 5 دقايق بس ترد على كل اللي احنا قلناه ده. جيروم باول بكل ثقه قال لك ان احنا عندنا شويه الشغل او ان احنا قدامنا شويه شغل كده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر نحاول او الاسعار تستقر. وقال لك كمان ان احنا نسبة التضخم اللي احنا مستهدفينها 2%، وقال لك ان احنا زودنا الفايدة لحد 4.5%، فاحنا متوقعين كمان ان ايه الفايدة هتقعد تزيد في الاجتماعات الجاية كمان. وده اللي قال لك ان عشان احنا يعني حصل شوية تعديل في نسبة التضخم، ان هي بعد ما وصلت 9 رجعناها تاني ل5، وقال لك ان احنا عشان نفضل مكملين في الطريق ده احنا هتقابلنا شوية مطبات لازم نقدر نستحملها مع بعض عشان نوصل ان احنا نوصل لنسبة التضخم اللي هي 2%. فلازم نستحمل شوية دلوقتي مع بعض عشان خاطر نقدر يعني نوصل بنسبة التضخم المستهدفة. فمعنى ايه؟ معنى ايه ان احنا نستحمل مع بعض؟ معنى كده ان احنا هنزود الفايدة اكتر واكتر خلال الفترة الجاية. وده توقع ده الناس ما كانتش او ده تصريح الناس ما كانتش متوقعاه بعد حاله التفاؤل من اخر اجتماع لما قلل شويه معدل زياده الفايده، والناس قالت لك بس خلاص بقى ده الفيدرالي الامريكي امتى بقى هيبتدي يثبت الفايده؟ امتى بقى هيبتدي يقلل الفايده في 2023؟ طب شهر 6 ولا كام؟ لا بقى رجع تاني حاله التشاؤم من الاول او من الصفر التاني. بعد كده حصل ايه؟ ان رئيس مجلس النواب هناك قال لك ايه، احنا هنبتدي بقى ايه، يحصل شويه اسئله كده، وبرضو بعض النواب هيبتدوا ايه او بعض السيناتورز هيبتدوا يسالوا جيروم باول تاني. عايز اقول لك ان في اول واحده دخلت عليه سلخ، اللي هي كانت برضو اتكلمت الاول او دخلت عليه سلخ في الاسئله. المهم اول سؤال كان ساله رئيس مجلس النواب، قال لك انت اجتماع مارس هتعمل فيه ايه؟ جه جيروم باول بكل ثقه جدا قال لك انا لسه في بيانات مهمه انا منتظرها او مستنيها. ايه هي؟ عندك في بيانات الوظائف، عندك بيانات اسعار المستهلكين، التضخم ده اللي هيطلع الاسبوع الجاي. لازم ادرس كل التقارير دي عشان خاطر اقدر اقول لك ايه اللي انا هعمله في اجتماع مارس اللي جاي. قال له تدرس؟ اما انت ليه طالع في الاعلام وتطلع كل شويه وان احنا الموضوع ده هيطول وان معدل الفايده ده ممكن يفضل يزيد او احنا مستمرين في سياسه التشديد النقدي لفتره اطول؟ طب انت ازاي تطلع تقول فتره اطول وانت قاعد بتقول انا هدرس لسه؟ فقال له ايوه احنا عندنا في تقارير وظائف والاستهلاك دي موجوده خلال الفتره اللي فاتت، فعندنا تصور مبدئي، فبس ما بنقدرش ناخد اي قرار الفتره الجايه غير لما نبتدي ندرس تاني. عايز اقول لك ان برده في ست كده دخلت عليه سلخ برده وقاعده تقول له بتتكلم على سقف الديون الامريكيه، وان انت اتكلمت عن عواقب سقف الديون الامريكيه، وهو يقول لها وتيجي تقول له طب انت مش اتكلمت مع الوزيره ودخلوا كده. لما الدنيا سخنت كده الراجل رئيس مجلس النواب قال لك لا بس وقف وخلى الراجل اللي بعديها يخش، انتوا قاعدين انت هتبهدلوه. بعديها الدنيا اتقلبت ولقينا مثلا الصحف هي يوم حزين للاسهم الامريكيه وداو جونز يخسر
543 نقطة. المشكلة ان الاسهم الامريكية قلت جدا بسبب ايه؟ ان التصريحات بتاع جيروم باول وتوقعات ان الموضوع ده هيطول، فطبعا الموضوع ده لما بيطول بيأثر على الاسهم. الموضوع ده النهارده لما الفدرالي الامريكي، عشان ابسط لك الدنيا كده، الفدرالي الامريكي لما بيزود سعر الفايدة الاسهم بتقل، الذهب بيقل، قوة الدولار بتزيد قدام ثالث العملات كلها. الثلاث حاجات دول لازم تركز فيهم. طيب مشكلتي ايه هنا في الحته دي كلها، او كل اللي حصل من جيروم باول، ان هو هيستمر في سياسه التجديد النقدي. معنى كده ايه؟ هيستمر ان قوه الدولار تزيد. معنى كده ايه؟ ان الجنيه لازم او هيبتدي يتخفض، مش عشان خاطر الاقتصاد، لا، انا بتكلم ان الجنيه هيضطر يتخفض عشان خاطر طول ما في مسار تجديد نقدي وطول ما في فايده بتزيد، طول ما الدولار قوته بتزيد. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. انا بتكلم في نقطة ان انت النهاردة لما تيجي تقترض كدولة مصرية هتقترض بسعر عالي جدا، لان انت عندك سندات الخزانة الامريكية اللي هي العامين او 10 اعوام، 2 و10 سنين، بقت برقم كبير. عشان كده انت النهارده لما رحت بعت صكوك بعتها ب 11% بعد ما كنت انت بايع سندات اليورو بوند ب5 وحاجه في المية. فانت بتتكلم في رقم. وده ياخدنا لسؤال مهم جدا، هل احنا مستمرين في الموضوع ده خلال فتره كبيره؟ هقول لك ان الموضوع ده مستمر لحد 2024 مش اقل من كده. انت النهارده في اجتماع 3 الجاي هيبتدي يتكلم في كذا حاجه، هيبتدي يتكلم في شهر 3 على موضوع ان هو هيزود سعر الفايده. فلما يزود سعر الفايده انت كمصر لازم هتزود سعر الفايده، انت كمصر هتضطر تقلل العمله، انت كمصر هيحصل حاجات كتير جدا. فدي المشكله. انت النهارده الفدرالي الامريكي بقى مضيق الدنيا، او يعني هيعمل ركود عالمي حسب كل البيانات او حسب كل المواقع العالميه. احنا يعتبر في ازمه زي ازمه 2008 يمكن اعلى كمان. وده اللي ياخدنا لسؤال، طب ازاي نحفظ فلوسنا من التآكل؟ ده السؤال ده صراحه ده اللي انا هجاوب عليه في فيديو تاني يعني كامل، لان الموضوع يطول شرحه. بس انا حبيت الاول افرش لك كده، اقول لك الدنيا ماشيه ازاي حواليك عشان خاطر تبقى انت متهيأ او انت عارف الدنيا رايحه لفين. انا هدفي ان انا اقول لك او اوضح لك من عالميا او من الطريقه العالميه او من اللي بيحصل عالميا الدنيا مكمله ازاي. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفيديو دوت وتكونوا طلعتوا بمعلومه من اللي احنا اتكلمنا فيه. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لنا لايك وشير، ومتنساش تعمل لنا اشتراك في القناه مع تفعيل خاصيه الجرس، واشوفكم في فيديو جديد. شكرا ليكم.